تخيل أن نفقا يربط بين قارة إفريقيا وأوروبا تحت مياه مضيق جبل طارق. مشروع عملاق ينتظر أن يصبح حقيقة. مرحبا بكم في فيديو اليوم على القناة، حيث نأخذكم خلف كواليس أحد أعظم التحديات الهندسية في التاريخ، نفق المغرب وإسبانيا. منذ عقود تتحرك السفن بين شواطئ المغربية والإسبانية، لكن ماذا لو كان هناك رابط أكثر مباشر؟ رابط سككي سريع أسفل البحر. المشروع سيسرع الربط بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، يعزز مكانة المغرب كمركز لوجستيكي بين القارتين، ويفتح آفاقا جديدة. باختصار، ليس مجرد نفق، بل رؤية استراتيجية لربط القارتين. ولكن رغم الإيجابيات هناك تحديات كثيرة. وفق دراسات حديثة أكدت أن المشروع تقنيا قابلا للتنفيذ رغم التعقيدات. لنلقي نظرة على بعض الأرقام. طول النفق المقترح نحو 65 كيلومتر، ومنها حوالي 28 كيلومتر تحت البحر. العمق قد يصل حوالي 475 متر تحت سطح البحر. في الجزء الأصعب من المسار، الجانب الإسباني وحده يقدر تكلفته 8.5 مليار يورو تقريبا. القرار النهائي يتوقع أن يتخذ بحلول عام 2027 لبدء مرحلة أولية استكشافية. ولكن لماذا يقول البعض إن المشروع عمليا حلم؟ لأن التحديات ضخمة فعلا. التكتف الجيولوجي تحت المضيق، تلاقي صفائح إفريقيا وأوروبا، وتحركات الزلزالية القوية، وأيضا عمق كبير. الحفر حتى مئات الأمتار تحت سطح البحر يزيد من المخاطر ويلعب على كلفة الطاقة والتبريد والتهوية. وهناك أيضا الجانب المالي والتشغيلي. كيف ستمول كل هذا وتشغيله؟ وكيف سيكون؟ دراسة الجدوى لا زالت قيد التحديث. وأيضا هناك البعد الزمني، وربما نرى الأعمال بداية 2030، ولكن إنجاز كامل قد يصل حتى 2035 و2040. بالنسبة للمغرب، الأمر ليس مجرد نفق، بل فرصة استراتيجية. تعزيز الربط بين شبكة القطار المغربي وبين شبكة القطار الأوروبي، مما يزيد فرص في تصدير النقل والخدمات اللوجستيكية. إرساء المغرب كمحور فعال بين إفريقيا وأوروبا. إذن إن مشروع نفق المغرب وإسبانيا ليس خيالا بعد اليوم، إنه قد يصبح حقلا استثماريا تقنيا وصفحة جديدة من تاريخ الربط بين إفريقيا وأوروبا. ما رأيكم؟ هل أنتم متفائلون أم ترون أنه سيبقى طموحا؟ اكتبوا آراءكم في التعاليق، واشتركوا في القناة إذا أعجبكم الموضوع، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم لمتابعتكم، ونراكم في الفيديو القادم. سلام.